عسلامة. اليوم جبت لكم روسيت سوفلي تونسي مشخشخ بنين على الاخر. ان شاء الله زيد انتم تعجبكم الروسيت، وما تنساوش تفعيل الجرس والاشتراك في القناة اذا ما زلتم مشتركتوش. شوفوا محلاه هيك السوفلي ومحلى منظره، حتى في البنة ما نحكي لكمش بنين على الاخر. كما قلت لكم ما تنساوش تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. شوفوا محلاه. بالنسبة للمقادير سهلة برشا. اول حاجة في وعاء حضرت باكو خميرة وزدت عليه مغرفة خل أبيض وزدت عليه شوية زيت بمقدار نفسك المغرفة اللي قست بها الخل، زوز مغارف، ومغرفة مليانة شوية سكر، وزدت عليهم شوية حليب باش نجم نحلك المكونات متاعي. بالنسبة للحليب يكون دافي، يا إما بحرارة المطبخ أو دفيوه شوية إذا كان طلعتوه من الفريجيدير. من بعد باش نخلي المكونات هذيك تتفاعل 5 دقائق إذا كان الطقس سخون شوية، وإلا إذا برد بالطبيعة بتزيدوا في الوقت باش نغطيوهم كما قلت لكم ونخليهم يتفاعلوا شوية. ونكمل بقية البات متاعي. عندي 500 جرام فرينة، باش نزيد عليهم نصف مغرفة قريب نصف مغرفة ملح، بالطبيعة يبقى على حسب اختياركم. وباش نزيد بيضة، ونصف باكو خميرة حلويات، وبعد ما يتفاعل اكل المكونات يتفاعلوا المكونات اللي حضرتهم من الاول، نرجعوا لهم نخلطهم. شوفوا كيفاش ولاو موس. من بعد باش نزيدهم على البات اللي عندي، ونزيد شويه زيت زيتونه بمقدار الكيس اللي باش نوريه لكم توا، قريب 50 مليلتر. من بعد باش نبدا نزيد الحليب بشويه بشويه لين تتلم البات نتاعي. لهنا مش باش نقول لكم على كميه الحليب، على خاطر انتي والفارينه وانتي والمكونات اللي عندك لين تتلم ولين نثبتوا ديما في القوامه نتاع البات نتاعنا. بالنسبه للعباد اللي تستعمل الجويندويت، اني ما نستعملش، ما نجمش الا غالب نزيد نهبط على البلان دو ترافاي نتاعي. وشوفوا كيفاش البات نتاعي تتلصق ويابسه شويه، باش نزيدها شويه زيت. بالنسبه للبات ديما عينكم ميزانكم، ما نجمش نكون اني كيفك ايدونتيك بالضبط انتوما، والا انت كيفي بالضبط انتوما، والمكونات وكل مراه وكوجينتها كما نقولوها. بالنسبه للبات هذيا كما قلت لكم ما تكونش يابسه برشا وما تكونش طريه محلوله برشا، نزيدوها شويه زيت اذا كانت تتلصق، واذا كان يابسه شويه نزيدوها شويه حليب كما باش نزيدها اني. وكما قلت لكم لي زاستيوس نتاع البات نتاعنا، لازم البيضه باش تكون بحراره المطبخ، الحليب باش يكون دافي شويه والا بحراره المطبخ. ماذا بينا المكونات نتاعنا تكون كما قلت لكم دافين معناتها بحراره المطبخ، يكون سبق وخرجناهم من الفريجيدير، ما كانش يكسروا لنا الخميره وما يعطيوناش نتيجه صحيحه. كما تشوفوا شوفوا البات كيفاش لاصقه في البلان دو ترافاي نتاعي. باش نبدا نزيد بشويه بشويه ونلمها كما ريتوني زدت الزيت. شوفوا البات مازالت تلصق لي في البلان دو ترافاي، باش نبدا نزيدها كما قلت لكم الزيت لين تتلم وتولي سمحه. ما نفوتوش برشا الزيت. الكاس هذاك اللول اللي وريته لكم
كما قلت لكم 50 مليلتر اخرى نجمو نصرفوا فيها. ومن بعد باش نخليوه يخمر، تخمر البات نتاعنا 45 دقيقة او 30 دقيقة نتوما والطقس، لين يضاعف الحجم وتولي في الكمية هذية وبالحجم هذايا. باش نحطو على البلان دو ترافاي متاعنا شويه فارينه، ماذا بينا ما نكثروش. شوفوا البات نتاعي محليها، شوفوا قداش تضاعفت خاطر مخدومه بالباهي، وكما قلت لكم المكونات نتاعي الكل بحراره المطبخ. شوفوا قداش البات اللي تحصلت عليها. بالطبيعة هذه البات هذه استعملت منها كعبة السوفلي اللي ريتوهم، وباش نزيد نقسمهم ونخبيهم للصباح. تشوفوا شوف نعمل بهم. باش نقسم البات نتاعي لثلاثة كويرات. البات سهلة برشا نخدم فيها، وبالحق مساعدتني وشيخة عليها على الاخر، وبنينة في البنة ما نحكي لكمش، جربوها ما ننصحكمش باش تفلتوا بات كي هكا. وديجا باش توليو تعملوا بها برشا حاجات، ما توقفش بالحق، ما معناتها مش باش توقف على حد سوفلي والا حاجات اخرى، باش تنجموا تعملوا بها برشا حاجات. لهنا اني كقيتها برشا، استغليتها للعشاء وفي نفس الوقت لفطور الصباح باش نحل البات نتاعي. اذا كان نتوما البلان دو ترافاي نتاعكم مريقل وما لقيتوهاش تلصق في البلان نتاعكم، مش لازم تحطوا برشا فارينه. اني لهنا حليتها والباقي ما كملتش، حطيت عليها، حطيت لهم شويه فارينه، ديجا عندي شويه كملت فرشتها على البلان نتاعي. شوفوا البات اني نحلها وهي تتحل، مشي قاعده ترجع لي خاطر مرتاحه بالباهي ومخدومه بالباهي. تبعوا كما قلت لكم النصائح اللي قلت لكم عليهم، والطريقه تطلع لكم بات مزيانه وسهله في الحلين. قعدت شيخ عليها البات نقلب فيها خاطر بالحق سهلة سهلة ليس على الاخر سمحة. عاونتني ومعناتها ماذا بيا كان يكونوا لي بات الكل هكا. ما تنسوش تخليوا لي تعليقاتكم اذا عجبتكم والا حاجتكم اي حاجة، وما تنسوش الاشتراك في القناة اذا ما زلتوا ما شاركتوش، وتفعيل الجرس واللايكات باش تعاونوني بالطبيعة وتشجعوني. شوفوا ذا السمك اللي تحصلت عليه. وهذه السحفة اللي باش نقسم بها. انتم اذا عندكم اي قالب اخر بالطبيعة تستعملوه، اني استعملت القالب هذايا والكبر هذايا باش نوريكم الكعبة الاولى، والباقي باش نحضره وحدي. بالنسبة لي اني لهنا حضرت شوية صوص بيتزا. تنجموا نتوما تحطوا شوية هريسة والا اي حاجة عندكم. ماذا بيكم ديما تتوسطوا الحشو متاعكم، تحطوه في الوسط. في الحافة ديما نبعدوا عليها. من بعد زدت شوية دجاج مفروم. سامحوني لهنا البيض الساعة سلقته وفرمته. ومن بعد باش نزيد شوية دجاج سبق اني طيبته في شويه ملح وفلفل اكحل وكركم وشويه زيت بالطبيعه قليته، شويه بصل وثوم وخليته يغلي شويه. من بعد فرمته وشويه موتزاريلا، يبقى هذايا على حسب اختياركم. وزيتون نحيته القلوب وحطيته. من بعد باش نسكرها بالطريقه هذه. ماذا بيا ندز شويه الحشو لداخل كما قلت لكم. الحشو ماذا بينا يكون في الوسط باش نجمو نسكرو كعيبة السوفلي متاعنا. وسكرتها بالفرشيطة.
ونكمل باقي السوفلي متاعي كما ريتو. كملتهم، حطيت بابي كويسون وكملت الباقي. ولهنا عندي بيضة وحطيت عليها مغرفة ماء وحليتها، ركضتها سامحوني. من بعد باش ندهن كعيبات السوفلي متاعي وباش نحطهم في الفور. بالنسبه للفور بالطبيعه مش نقولكم قداش بالضبط على خاطر كل وحده والفور متاعها. بالنسبه لي اني 180 درجه دريجين من زمان 10 دقائق، بمعنى 10 دقائق طابولي. انتوما والفور اللي عندكم ماذا بيكم ديما تتفقدوا كعبات سوفلي ما يكونوش غامقين برشا وما يكونوش فاتحين، يكونوا لونهم ذهبي مزيان كما شفتوهم في اول فيديو. بالطبيعة تنجموا تحطوا اي حاجة عندكم في البيض باش تدهنوا به. تنجموا تحطوا حتى شوية نسكافيه، تحطوا الحاجة اللي تحبوا عليها. اني حطيت مغرفة ماء وحطيت كعيبات حبة حلاوة زينت بهم الكعيبات السوفلي متاعي. من بعد خرجتهم من الفور في اللون هذايا. شوفوا قداش منفشه بالعمل كي دخلت صبعي. شوفوا كيفاش تقديت الكعبه. شوفوا محلاهم. ان شاء الله زيد انتم عجبتكم. ما تنساوش تخليوا لي تعليقاتكم وجيماتكم. من بعد هذه البات اللي فضلت لي. شوفوا قداش فضل لي. بالطبيعه مش نلوحوا باش نستعملوا في الفطور الصباح باش نعملها مخبيزات ميني هكا بان مزيانين في الشكل هذايا. تلمو عجبتني البات خليتها واستعملتها الغدوة. خليت البات متاعي في الشكل هذاك وحطيت الخبيزات في البلاتو متاعي وخليتهم يخمروا الغدوة الصباح على الشكل هذاك. من غدوة الصباح ادهنتهم بك العظمة اللي قعدت لي وباش نحطهم في الفور كما قلت لكم بنفس الحرارة اللي حطيتوا فيها السوفلي لين يخرجوا لي بلون مزيان كمن هكا. شوفوا محلاهم نفجين ومزيانين وبالحق حتى الصغيرات يشيخوا عليهم وتنجموا تعملوا لهم منهم ساندويتشات. وكملت حضرت اومليت رولي باش نشيخ روحي ونشيخ صغيراتي. حطيت 3 بيضات وزدت عليهم شوية فلفل اكحل وشوية ملح. من بعد باش نصبهم في الطاجين متاعي كما قلت لكم. بالنسبة للسوفلي عجبهم ياسر الصغيرات وكيف كيف زاد راجلي يحب الحوايج هذيك الحوايج الشايحة. كملت بهم خبيزات للصباح وزينت فطور الصباح. عملت كما قلت لكم لومليت وباش نقص كعبة الفاقوس نزين بها. وقصيت روندليت الطماطم كما قلت لكم الصغيرات باش يشيخوا وكانت مفاجأة زاد الراجلي وبالنسبة لي اني حاجة ودللت بها روحي. بعد ما طابت الأومليت متاعي
روليتها وباش نحط فيها كعيبات كوردون بالطريقة هذه باش من بعد نقص كعيبات الرولي وتكون سهلة. حويجات سهلة نجمو ندلو بها رويحاتنا مادامنا في الدار، وماذا بينا نتفاداو التجمعات ونبعدو على الخرجات شوية، وماذا بينا نبعدو شوية على الستريس. هكا نبدلو الروتين شوية. ان شاء الله عجبتكم زيدا انتوما، عجبكم الروتين متاعي، وان شاء الله عجبتكم الروسيت. ما تنسيوش الاشتراك في القناة كما قلت لكم وتفعيل الجرس، وما تنسيوش تخليوا لي تعليقاتكم، واي حاجة تحبوني نعملها لكم تخليوها لي في تعليق. هذا الفطور ان شاء الله عجبكم زيد انتوما، وهذوكم الخبيزات متاعي اللي سبق واني حضرتهم من البارح. باقي السوفلي، فطور تونسي ساهل برشا.